مرحبا واهلا وسهلا بكم قناة مطبخي الصغير. فيديو اليوم خلينا نحضر اصابع مالحة بالجبن، طريقة جدا بسيطة وبنفس الوقت طلعت كلش طيبة، اقتصادية جدا، وعجينتها بسيطة، مكوناتها جدا سهلة. فخليكم ويانا لنهاية الفيديو وان شاء الله تنال اعجابكم، واذا عجبكم رجاء لا تنسون الدعم والتشجيع للقناة. اخلي 3 اكواب من الطحين بالعجانة، واذا عجانة ما متوفرة نعجن بالايد. ضفت له ملعقتين كبار من النشا وملعقتين كبار من الحليب البودرة. النشا يعطي قرمشة للاصابع. ونضيف نص ملعقة صغيرة من الملح ونخلط المواد. ونضيف نص ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. واضيف ملعقة كبيرة من الشكر وملعقة كبيرة من حبة البركة او حبة السوداء. واضيف ربع كوب من جبنة البرمجان. ونخلط المواد. وهاي ضفت نص كوب من الزيت، أي زيت نباتي. نشغل العجانة ونبدي بإضافة المي الدافي بالتدريج. هاي هنا عندي كوب وربع من المي الدافي، نضيفه على مراحل. لا تضيفوا دفعة واحدة، يجوز نحتاج كمية أقل كمية أكثر، تعتمد على نوعية الطحين. فهنا ضفت الكمية كلها، كوب وربع. التمت العجينة، صارت جاهزة. عجينة كلش هشة وطرية وسهل واحد يشتغل بيها. راح أغطيها وأتركها تقريبا فد ساعة إلى أن تختمر، بعدين أبدي أشتغل بيها. هاي بعد مرور ساعة صارت العجينة جاهزة. قسمتها قسمين وأغطيها، أتركها ترتاح فد 5 دقايق، بعدين نبدي نفتحها. نبدي نفتح أول قطعة باستخدام الشوبك، وكل شوية نحرك حتى نتأكد إنه ما تلزق. نحاول نفتحها، نسويها على شكل مستطيل بهاي الطريقة أو شكل بيضوي. هاي أول قطعة صارت جاهزة. نحاول نعدل الأطراف، نساوي الأطراف النهايات بهذا الشكل حتى تصير على شكل مستطيل منظم. وبعدها باستخدام القطاعة مال بيتزا أو بالسكين مثل ما تحبون نقطعها على شكل شرائح طولية، لا تسووها عريضة كلش، لأن بعد من تنشوي تنفخ، لأن بيها بيكنج باودر وبيها خميرة فتنفخ أكثر. فبهذا العرض كلش مناسب. سناخذ قطعة من العجين ونمسكها من أحد الأطراف ونبدي نبرمها من الطرف الثاني بهذا الشكل. نخليها بصينية بها قطعة من ورق البارشمنت. نحضر وحدة اللخ، نمسكها من طرف ونبرم إلى أن تصير بهذا الشكل الحلزوني. طريقة سهلة ما يراد لها شي. بهاي الطريقة إلى أن نكمل كمية العجين كله. هاي هنا كملنا العجين كله، رصيته بالصينية. وهنا عندي بيضة واحدة مخفوقة وملعقة كبيرة من الحليب، وأضيف لها نص ملعقة صغيرة من الزعتر ونخلط. وهسه أمسح وجه الأصابع بهذا الخليط، نمسحها بكمية وفيرة. وأنا مشغلة الفرن على حرارة 350 فرنهايت 180 مئوية، ونخليها بالرف الوسط، وتاخذ لها تقريبا 20 دقيقة مع المراقبة المستمرة. فهسه ورا ما أكمل راح أدخل الصينية للأوفن. وهاي عيني أصابع المالحة بالجبن صارت جاهزة، أخذت لها 20 دقيقة بالأوفن. أصابع روعة طلعت، الطعم كلش طيب ومقرمشة. شوفوا شلون متماسكة مقرمشة لأنه خلينا بيها نشا. فأرجو أن تنال إعجابكم. يلا يعني وصلنا لنهاية فيديو اليوم، رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.